هو ممكن يكون احنا نفسنا بنصنع المتحرش؟ رقم واحد، التبرير الجمعي. علم النفس الاجتماعي بيقول لك السلوك اللي بيتكرر بدون عقاب بيتحول لسلوك مقبول. يعني مثلا لما نشوف طفل بيعمل حاجه غلط وبعدها يسمع يا عم دول عيال وبيلعبوا، او مثلا مراهق شاب كده يتجاوز الحدود ويتقال له يا عم ما هو راجل، هنا بيتخزن في دماغه ان دي مساحه عادي يعدي فيها ما فيهاش مشكله. رقم اتنين، لوم الضحيه. بص هي لابسه ايه، بص هي ماشيه ازاي، ولا صدقتك واقتنعت. زي ما ربنا هيحاسبها على اللي هي لابساه هيحاسبك انت على غض البصر، وده كلام الدين انا ما جبتش حاجه من عندي. فان احنا اصلا نتجاوز مرحله غض البصر لمرحله مد الايد او اللسان فده مرفوض دينيا مجتمعيا وقانونيا. ثانيا، كلام زي هي لابسه ايه وماشيه ازاي ده بيوصل للمتحرش ان المشكله مش فيه هو، دي بره عنه، دي عندها هي مش عنده هو. رقم ثلاثة، الصمت في المواقف دي بينورماليز العمليه اللي بتحصل قدامك، يخليه حاجه طبيعيه يعني بتحصل كل يوم. لقيت كلنا في المواقف دي ناخد رد فعل سواء في الواقع او في المواقع، يعني ما تبررش السلوك ده اصلا زي الكومنتات اللي بتبرر افعال زي دي. فسواء الرد الفعلي ده هيكون في الحقيقه او على النت فانت كده كده بتدين السلوك ده. فيا ريت يا جماعه ما نبررش الافعال دي، لا الدين ولا العادات ولا القوانين بتبرر التحرش. وانا عندي اخت وانت عندك اخت وممكن يكون عندك بنت، فاحنا بنحمي بناتنا بس.